كلنا عارفين قصة سفينة تايتانيك صح؟ غلط، لأن مفيش حاجة أصلا اسمها تايتانيك. شركتين عمالقة في صناعة السفن دخلوا مع بعض في منافسة. الشركة الأولانية هي وايت ستار لاين، والشركة التانية هي كونارد ستيم شيب كومباني. كونارد عملت سفينتين وهي لوسيتينيا وموروتينيا. حرفيا السفينتين دول علموا على كل السفن اللي عملتها وايت ستار من ساعة ما بدأت بسبب سرعتهم العالية. وايت ستار تسكت؟ أكيد لأ، طلعت هي كمان بفكرة مشروع سمته السفن الأولمبية أولمبيك شيبس، وقالت على المشروع ده إنه هيعمل 3 سفن. أي نعم السفن دي مش هتبقى سريعة زي السفن بتاعت كونارد، بس تبقى حاجة فخيمة ضخمة بتستوعب عدد كبير جدا من الناس. والثلاث سفن دول كانوا ذا أولمبيك، تايتانيك، بريتانيك. وهتبتدي دلوقتي الأحداث إنها تتصاعد. دي أولمبيك دي كانت أول سفينة اتعملت واتعمل لها بروباجندا كبيرة جدا وبقت مشهورة جامد جدا جدا وكل الناس كانت بتتكلم عنها، وابتدت إنها تعمل رحلات. أول 4 رحلات كانوا قمة في النجاح، لكن مفيش حاجة بتفضل على حالها. 20 سبتمبر سنة 1911 وهي دي تبقى الرحلة الخامسة لأولمبيك، عملت كارثة. خليني أحكي لك اللي جاي ده بالبلدي. لو قلنا إن السفينة بتاعت أولمبيك عايمة في المية كده، لقيت جنبها سفينة عسكرية هتكسر على السفينة العسكرية، خبطوا في بعض، السفينة العسكرية تحطمت تماما وأولمبيك كانت متدشملة، بس قدرت إنها تستجمع قواها وتوصل لحد المينا. وطبعا اترفع قضية على وايت ستار بسبب الحادثة دي. الحادثة ما كانتش حادثة عادية، الحادثة دي كانت كارثة بالنسبة للشركة. لو انت جبت موبايل ومسكت الموبايل كده ورحت رميه في المية، بعد شوية رحت مطلعه لقيته ما بيشتغلش، فرحت رايح للضمان، انا لسه جايب الموبايل ده وما اشتغلش. الضمان هياخده يبص فيه يقول لك لا حضرتك ده عيب استعمال، فانت كده بتخرج بره الضمان. اي تصليح في الموبايل حضرتك هتدفع ثمنه. ده اللي حصل بالظبط مع المركب. المفروض ان المركب عليها تأمين عشان لو حصل لها حاجة شركة التأمين بتدفع فلوس، بس بما ان المركب هي اللي غلطانة وهي اللي كاسرة على المركب التانية وهي اللي مكسرة المركب التانية وهي السبب في المشاكل اللي في المركب دي، فالتأمين قال لك انا ماليش دعوة، ده سوء استعمال. اي تصليحات في المركب الشركه هي اللي هتدفع فلوسها. ودي كانت مصيبه لان هم في الوقت ده كانوا بيعملوا الرحلات بتاعت اولمبيك وياخدوا منها الفلوس ويروحوا يصرفوا على تايتانيك اللي كانت لسه بتتبنى. ودلوقتي اولمبيك واقفه في المينا ما بتجيبش فلوس وهم عليهم بلاوي وقواضي ويعني ليله كبيره جدا، وفي نفس الوقت تايتانيك مش لاقيه الفلوس اللي تبنيها. تعالى بقى اوريك الاشتغاله اللي حصلت. صاحب الشركه كان اسمه مورجان. اللي جاي ده بقى انا بحكي لك بالبلدي كده. وقف وقال هنعمل ايه؟ احنا في مصيبه. المركب واقفه في المينا ما بتجيبش فلوس وما بتتحركش ومش هتكمل ربع رحله حتى، وممنوع انها تطلع من المينا، واحنا عندنا جوه